السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى مع قناة وصفات جنان شانيل. نتمنى دائما متابعيني الكرام أنكم تكونوا بأفضل الأحوال إن شاء الله يا رب، وتكونوا بصحة جيدة. في هذا الفيديو غادي نحضر معكم الدونات في الفرن، كيجي على هذا الشكل هذا. صدقوني ما كيختلفش بزاف ابدا على اللي كنقليوه، وخصوصا يعني بالنساء اللي ما غاديش يقدوا انهم يستعملوا زيت المائده او لو سيور، واللي كيتجنبوا من شي حاجه ديال القلي. بهذه الطريقه هذه غادي تفضلوه بزاف كما كتشوفوا، وكيجي مفشفش، كيجي رائع على هذا الشكل هذا. واكيد بالنسبه للمكونات كما متعوداكم دائما شي حاجه اللي سهله، وحتى بالنسبه لوليداتكم غادي يفضلوه بزاف بهذه الطريقه هذه، وحتى نتوما اكيد غادي تفضلوه. وان شاء الله نتمنى انكم تجربوه وتتبعوا معايا الطريقه من البدايه حتى النهايه، ونمشيو نبداو على بركه الله. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نضيف بيضة من الحجم المتوسط على هذا الشكل هذا، 2 معالق كبار ديال السكر او سنيده. غادي نحاول انني نحركهم مزيان حتى تذوب ليا ديك سنيده، ومن بعد غادي نضيف المكونات بالتدريج. غادي نضيف قليل من الملح او نصف ملعقة صغيرة ديال الملح، قشور ديال الحامض بغيتو انكم تعوضوه بالفاني. صراحة كنفضل انني نضيفهم، وخصوصا يعني بالنسبة للدونات كيجيو رائعين بالحامض، منسمن بالحامض. صافي غادي نحرك على هذا الشكل هذا، نحرك المكونات مزيان على هذا الشكل هذا. من بعد ما حركت المكونات مع بعض حتى تجنسوا لي على هذا الشكل هذا، غادي نضيف الحليب. من بعد ما دفيته غادي نضيف 250 ملم ديال الحليب، بما يعادل الكأس ونصف ديال العنبة. وغادي نضيف ايضا ملعقه صغيره ديال خميره ديال الخبز. غادي نحرك الخليط مزيان حتى تذوب لي داك الخميره، ومن بعد غادي نضيف الكميه ديال الدقيق. من بعد ما حركت المكونات جيدا مع بعض غادي نبقى نضيف الكميه ديال الدقيق على دفعات كما كتشوفوا. بالنسبه للكميه ديال الدقيق غادي نضيف 500 غرام ديال الدقيق. بالنسبه اللي ما عندوش الميزان غادي تضيفوا 2 دلايف كبار معمرين ديال الدقيق او الفرص الرطب كما كنعرفوا جميع. انا ضفت الدفعه الاولى، ومن بعد غادي نضيف مع الخميره ديال الحلويات بما يعادل 8 غرام، ومن بعد غادي نضيف الدفعه الثانيه ديال الدقيق، وغادي نجمع العجينه وغادي نخليها تقريبا 20 دقيقه او 15 دقيقه، ومن بعد غادي نرجع معكم. من بعد ما خليتها 20 دقيقه صافي حتى ارتاحت مزيان، انا خديت كما كتشوفوا العجينه ضفتها على سطح العمل. غادي نطلقها على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ الدلاك غادي نطلقها شويه، يعني كما كنعرفوا جميع بان الدونات خصو يبقى غليظ شويه. صافي غادي نحاول انني ما غاديش نطلقها بزاف. واكيد بالنسبه اللي بغى انه يضاعف الكميه غادي تعطيكم 12 حبه، يعني بغيتوا انكم تضاعفوا الكميه غادي تضاعفوا الكميه ديال المكونات او المقادير.
وغادي تحصلوا على كميه كثيره. صافي انا غادي نكتفي بهذا القدر هذا، غادي نسرحها على هذا الشكل وغادي نقطعها. بالنسبه للحجم ديال الدونات انا غادي نقطعو معكم بالغلاقه. كما كتشوفوا خديت الغلاقه ديال الشوكولا على هذا الشكل هذا، كتكون عاليه. كما كنعرفوا بان الدونات كيبقى غليظ شويه. واكيد بالنسبه اللي عنده المول اللي انه غادي يقطع به، الصراحه انا ما لقيتوش، قلت غادي نكتفي معكم بهذه الطريقه هذه. وحتى هي اكيد يعني بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم يمكن لهم انه يقطعوا غير بالغلاقه. صافي غادي نقطعوا على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نقطعوه من الوسط وغادي نضيفوه في المول ديال الفرن وغادي نخليه حتى يخمر ليا شويه تقريبا 21 دقيقه، ومن بعد غادي نضيفوه في الفرن. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال العجين اللي عندي على هذا الشكل هذا. وصافي من بعد غادي نخليهم 20 دقيقه وغادي نضيفهم في الفرن من بعد ما نسخنوا درجه الحراره 150 درجه. كما كتشوفوا هادو الحبات الاخيرين درتهم فردين على هذا الشكل هذا. صافي غادي نخليهم دابا حتى يختمروا ومن بعد غادي نرجع معكم. من بعد ما دازت 20 دقيقه كما كتشوفوا كان الدونات صافي راه واجد. من بعد ما درت الفرن يسخن، بالنسبه للفرن اكيد يعني اللي غادي تستعملوا نتوما. صافي غادي نضيفوا على هذا الشكل هذا. وها هو الدونات من بعد ما خرجته من الفرن كما كتشوفوا اخذ لي اللون اللي بغيت، كيجي رائع على هذا الشكل هذا. وبالنسبه يعني اللون ديالو كما كتشوفوا راه اللون ديالو واضح، يعني ماشي الضوء ديال الكاميرا، لا فقط اللون ديال الدونات. كيجي على هذا الشكل هذا، يعني ما دهنوا ما حتى شي حاجه، وكيجي خفيف على هذا الشكل هذا. راه مازال سخونه. نتمنى انكم تجربوا، اكيد يعني افضل من اننا نقليوه. صافي انا غادي نباشر بالطريقه ديال التزيين. طريقه التزيين راه معروفه، وكما كنقول لكم دائما كل واحد الطريقه ديالو في التزيين، كل واحد على المستطاع ديالو. انا غادي ناخذ شوكولا، ضفت شوكولا اسود كما كتشوفوا، ضفت في حمام مريم، ضفت معاه تقريبا نصف كاس او ربع كاس ديال الحليب. صافي تقريبا 4 المعالق ديال الحليب وخلطتهم على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف فيهم الدونات وغادي نزينهم بالفيغنيسي. وبالنسبه للشكل الثاني غادي نضيفو بشوكولا ابيض وغادي ايضا نزينو بالفيغنيسي. وكان الدونات ديالنا واجد، ونتمنى انكم تجربوه ان شاء الله. من بعد ما ساليت بالطريقه ديال التزيين قدمت لكم على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا اكيد كيجي جد بسيط ورائع في نفس الوقت.
وحتى بالنسبة للطريقة شي حاجة اللي بسيطة وكيجي رائع أكيد، ونتمنى أنكم تجربوه. وما تنساوش كما كنقول لكم دائما أنكم تبارطاجوا قناة وصفات جنان شانيل مع الأصدقاء والأحباب لكي تعم الفائدة. وأكيد بالنسبة اللي جديد يلاه التحق بقناة وصفات جنان شانيل ما ينساش أنه يضغط على زر الاشتراك باش يوصلوا كل ما هو جديد في القناة، وفضلا ليس أمرا. وإن شاء الله نتلقاو في فيديو جديد مع قناة وصفات جنان شانيل.